السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام من قناة فود لافرز. إن شاء الله يا جماعة هنعمل النهاردة فطيرة الجلاش. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. هنجيب جلاش معانا كده، تمام؟ نقول بسم الله ونبدأ. دي زبدة يا جماعة، زبدة أو سمنة المتاح عندنا نستخدمه كده. نعمل بس كده. هنخلصها كلها كده يا جماعة، تمام؟ لازم كلها تكون عليها السمنة أو الزبدة اللي احنا نستخدمها كده. نعمل برضو ورق تاني. نعمل كده 5 ورقات، نعملهم كلهم نفس الطريقة دي كده. خلصنا يا جماعة ال5 ورقات بتاعنا، تمام كده. بص اهو، أول حاجة هنحطها، نحط شوية موتزاريلا عشان تمسك الحشو اللي احنا هنحطه. تمام كده. حط الطماطم، هنحط الفلفل بتاعنا، هنحط السوسيس. اي حاجه يا جماعه موجوده في البيت، مش لازم سوسيس يعني. بتنفع برانش وبتنفع جبن، بس الناس النباتيين يعني ينفع اي حاجه، مفيش اي قيود في اي حاجه ان شاء الله يعني. تمام كده. اخر خالص برضو نغطيها بشويه موتزاريلا كده، عشان الموتزاريلا هتمسك الحشو ده كله مع بعضه. ودي يا جماعه على فكره مش هنستخدم لها فرن، دي هنستخدم لها المقلاة. نبدأ بقى نقفل معانا كده، بس نفردها سنة بسيطة كده. نبدأ بقى كده يا جماعة نغطيها كده، تمام. اهو. كده أول رق يا جماعة غطيناه. هنجيب الرق التاني اهو، هنغطيه برضو بالرق اللي تحت خالص كده. رق تاني كده، تمام. بس هنقلب الصينية كده. تمام كده. نحط ده كده، هنغطيها بقى. هنجيب يا جماعة بقى المقلاة، هنسخنها، نحط فيها سن زيت أو زبدة، هنسخنها قبل ما نستخدمها. نحط بقى الفطيرة بتاعتنا. عايزين يا جماعة النار تبقى هادية، ما تبقاش عالية جدا، عشان تسوي كل محتويات الفطيرة من جوه. كده يا جماعة مر عليها بتاع دقيقة ونص أو دقيقتين بالظبط. نقلبها بقى. بسم الله ما شاء الله. بصوا، ولا أروع ولا أجمل من كده. بصوا يا جماعة، سامعين القرمشة بتاعتها؟
هتاخدها برضو بتاع دقيقة دقيقتين ونص، او بالكتير قوي دقيقتين ونص ان شاء الله. كده يا جماعة عدى عليها دقيقتين بالظبط. تمام كده، نقلبها بقى كده ونشوف الدنيا بتاعتنا ايه. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، شايفين اللون عامل ازاي؟ هنقطعها بقى كده بقى مع بعض يا جماعة. قلبناها يا جماعة. بسم الله. شايفين يا جماعة؟ اتمنى يا رب يكون الطريقة عجبتكم، واتمنى يكون سهل وخفيف على كل الناس يا رب، واتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.